نادي الزمالك احسن قرار يخص فريق كره القدم، خاصه عشان برضو نحط كل يعني كلمه في موقعها. اتفضل. في اخطاء، لا في اخطاء، في تقصير، لا في تقصير، نتيجه غير متوقعه، لا نتيجه غير متوقعه، اداء غير متوقع، اداء غير متوقع. يعني حاجات كتيره جدا جدا لازم تبحث في كل الامور من كل وجهات النظر، سواء من الجهاز الفني، سواء من اللاعبين، سواء من مشرف كره القدم. تسمع كل الاراء ووجهات النظر، كل واحد وجهه نظره ايه حتى تتخذ القرار المناسب لنادي الزمالك. انا يمكن خلال الساعات الماضيه مش عايز اقول لك اتكلمت مع كل تقريبا اعضاء مجلس الاداره، اتكلمت مع كل اعضاء الجهاز الفني لنادي الزمالك المصريين والاجانب، مع فريرا، اتكلمت مع امير مرتضى منصور المشرف على كره القدم، اتكلمت مع بعض اللاعبين عشان نبحث ايه الاسباب اللي خلتنا نصل الى هذا الحال، وفي نفس التوقيت ايه اللي بتبحث بيه عشان ما تكررش نفس اخطائك في المستقبل، تاخد قرار تعيد بيه هيبه نادي الزمالك. وصلت لرؤيه معينه وضحت لك الاسباب اللي وصل ليها الموقف دلوقتي في نادي الزمالك؟ عوامل كتيره مش عامل واحد عشان ما اظلمش حد منها. يمكن انا عارف ان اغلب الهجوم الايام اللي فاتت، وانا اعلم ده ومقدر مدى حب الجماهير لنادي الزمالك، اغلب الهجوم عشان اكون صريح مع نفسي وصريح معاك، وانت اتعودت مني على الصراحه انا عارف، وانا اتعودت على الصراحه مع الجمهور. اغلب الهجوم على الصفقات الجديده وازاي وصفقات لا تناسب نادي الزمالك، كل ده انا بحترمه فوق راسي، لكن لازم في الاخر نضع كل احتمال او كل عنصر من عناصر لما له من ثقل. بمعنى انت يمكن هتفهم اللي انا هقوله، واتمنى ان الجماهير العريضه، وانا عارف ان جماهير نادي الزمالك العريقه المثقفه كرويا هتفهم اللي انا هقوله. لما انا النهارده خالد لطيفه اتحط جنب ابراهيم فايق، وابراهيم فايق بلغه كره القدم، هظهر لو انا مثلا نسبتي 30-40% هظهر بنسبه 70-80%. حاشا لله كابتن خالد، اعكس المثل يمشي، انت اقدم واكبر خبرات. لما تضرب المثل اضرب المثل على نفسك، انت اقدم مني واكثر خبرات، فالمثل لاصحابه والعين ما تعلاش على حاجه. هكذا تعلمنا الادب يعني. اتفضل يا كابتن خالد. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. فلما تحط لاعب جنب لاعب فايق، حتى لو هو امكانياته 40% وانت تعلم حتى كشغلتنا في الاعلام، لما تحط مذيع جنب مذيع، اعتقادي الشخصي لما يكون المذيع اللي معاك فايق وخبرات، واحنا كلنا اتعلمنا من ناس اكبر مننا، بتحاول بيديك الثقه وبيديك بيشدك يبقى في حد بيشد التاني لفوق. عايز تقول ان الظروف كلها، حتى اللعيبه اللي المفروض ان هي عندها امكانيات عاليه مش في افضل حالاتها، وبالتالي مش مساعده حتى كمان الصفقات، حتى ولو هم عندهم سنه قلق، سنه خوف، سنه تقديم للناس. عايز تقول انه ده مش حاصل، ما عرفوش يخشوا جوه الموضوع، ولا انا غلطان؟ وده اديك الدليل. ويمكن كنت بتكلم مع الكابتن اسماعيل يوسف مدير الكره في نادي الزمالك، وهو من الشخصيات الجميله العاشقه لنادي الزمالك، ان ماتش الترجي، شوف لما ماتش الترجي التونسي لعبتنا القدام المخضرمين القدام اللي خدوا بطوله الدوري والكاس كانوا فايقين، حتى مصطفى شلبي ظهر بشكل مختلف، حتى دونجا ظهر بشكل مختلف، حتى الصفقات الجديده ظهرت بشكل مختلف في ماتش الترجي اللي كان في القاهره. انت مش في افضل حالاتك، خلينا نتكلم بامانه. عندك اخطاء لازم هتراجعها، اكيد هنراجع ده. عندك تقصير اكيد ده معروف، وبنعرف كل العوامل، وبنتكلم زي ما قلت لك. اتكلمت مع امير مرتضى منصور، اتكلمت مع كابتن اسماعيل يوسف، اتكلمت مع فرد في الجهاز، كابتن اسامه نبيه، كابتن احمد عبد المقصود، كابتن حسين ياسر. طيب فيريرا نفسه انطباعه او ايه اللي كان بيقوله لحضرتك يا كابتن خالد؟ فيريرا يعني حتى فيريرا الرحله الاخيره دي على حسب ما انا كنت قريب منه كنت شايفه مركز جامد جدا جدا جدا، لكن ما كانش في افضل الظروف اللي احيطت بالمباراه. حط تشكيلته، حط طريقه لعبه. بتيجي اوقات الجمهور والضغوط اللي حواليك بتبقى اكبر من استيعابك للموقف. انا يعني ساعات كتيره جدا، وانت برضه هتتفق معايا، لما بتحط واحد تحت ضغوط معينه، في لاعب يبقى مميز جدا 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 وهو ما بيلعبش تحت ضغط، لما بيتحط تحت ضغط معين جماهيري واجرائي ومصيري ما بيأديش بالشكل اللي هو فيه. وده يمكن
تحليلي للصفقات، لبعض الصفقات عشان برضه الناس يعني تفهم اللي انا احساسي ان ممكن يبقى فيها امل ان شاء الله في الفتره الجايه. لكن انا يعني بطمن جماهيرنا. طيب هو السؤال اذا اذنت لي يا كابتن خالد دلوقتي، النهارده كابتن اسامه نبيه بيعلن اعتذاره وعدم استكماله للمهمه. هل سيكون هناك من سيخلف الكابتن اسامه نبيه؟ كابتن عبد المقصود بحسب ما تواصلنا معاه قال لا انا مستمر، لما هم يقولوا لي امشي انا همشي. وبالتالي اسال حضرتك على الموقف ده بما فيه كمان مصير فيريرا نفسه، هل ده من الامور اللي ستناقش في الغد ولا امور الكابتن اسامه نبيه انتوا اخدتوا فيها قرار؟ لا 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 والكابتن اسامه نبيه واعتقد ان هو سمعني وانت ليك مشاهدينك. كابتن اسامه نبيه ابن من ابناء نادي الزمالك اللي تحمل الكثير، وانا لازم اشكره. اعتقادي الشخصي لو خرجنا بكره من مجلس الاداره وشاف ان لسه وجوده مطلوب في المرحله دي، اعتقادي الشخصي كابتن اسامه نبيه عشان خاطر نادي الزمالك لازم هيتقبل الوضع بايا كان فيه. انا عارف كابتن اسامه على فكره ما اعتذرش من مره او اتنين، لا ده اعتذر مره واتنين، ويمكن المستشار مرتضى منصور قبل كده قال ان هو اعتذر واحنا ضغطنا عليه. ف اوعى تفتكر ان الكابتن اسامه نبيه هيتاخر من نادي الزمالك. كل الحلول مطروحه تاني في الجهاز الفني. هنبحث ايه، خلي بالك انت عندك مباراه، وانا عارف ان احنا عندنا مباراه برضه عشان اطمن الجماهير يوم الاحد ان شاء الله مع البنك الاهلي في الرابطه. ايوه كاس رابطه، عارفين وواضعين في اعتبارنا ده، وان شاء الله هنخرج غدا بالاجتماع بقرارات ان شاء الله في صالح نادي. هل كل الخيارات مفتوحه سواء بقاء فيريرا او رحيل فيريرا وبالتالي قدوم طاقم تاني؟ هل دي من الامور المطروحه بالنسبه لكم على الطاوله في المناقشه؟ لا اسال على القرارات لاني بحترم اكيد مجلس الاداره، لانه زي ما حضرتك قلت في اشخاص ستجتمعوا مع بعض وتتكلموا مع بعض، لكن بناقش معاك ما هو سيكون مطروحا امامكم. يعني بص، كل الحلول مطروحه ولا تستبعد اي يعني قرار. هقول لك برضو على حاجه، برضو مش عايزين دايما واحنا رايح لنهايه علاقه احترافيه ان انت تبقى خارج بشكل غلط. لا، لازم يعني دايما تتذكر الطيب حتى وانت بتترك رساله اخيره بس. فلو حتى حصل اي نوع من انواع الانفصال ما بينكم وبين فيريرا، لابد ان يكون بشكل لائق يليق بنادي الزمالك كما كانت العلاقه طيبه وبما قدمه الراجل كمان من رصيد. طيب انت كده قلت اللي انا عايز اقوله بالظبط. طيب اخر حاجه، الخلافه بتاعت فيريرا اذا القرار ده اصلا اتاخد، يعني انا برضو بفترض انه ممكن تجتمعوا بكره فتقرروا مثلا انه فيريرا يستمر، فاذا اتخذ قرار وفيريرا لم يستمر، اي مدرسه هتروحوا؟ مدرسه المدرب الاجنبي ولا مدرسه المدرب المحلي؟ الاثنين برضو مطروحين. الاثنين مطروحين. ليه؟ لانك انت هل هتنظر لان انت تكمل لغايه كاس السوبر مثلا في شهر 5 وتلعب امام النادي الاهلي، ولا تنافس عشان توصل لموقع احسن جوه الدوري، ولا كاس الرابطه ليها مردود معين؟ فاهم؟ هيتم حسابه جميع البطولات المتبقيه لنادي الزمالك والجديده. هتلعب بطوله عربيه، هتقابل فريق كبير بحجم نادي النصر السعودي. كل الحلول مطروحه. بحب دايما احط نقاط امامها اوزان عشان تقدر تاخد القرار صح. الرساله اللي حضرتك تحب تختم بيها وانت بتقولها لجمهور نادي الزمالك قبل القرارات اللي ممكن تاخدوها ان شاء الله باذن الله؟ اعتقد بكره هيكون الاجتماع ولا هيكون امتى يا كابتن خالد؟ ان شاء الله بكره. ايه الرساله اللي تحب تقولها له؟ عايز اقول لجمهور نادي الزمالك ثقه تماما ان اسهل حاجه ان انت تهرب او تتخلى او تتنصل من مسؤوليه. ده اسهل ما يمكن. لكن تحمل مسؤوليه صدقوني، وخاصه ان انت بتحب نادي الزمالك وتنتمي لنادي الزمالك. كل واحد من اعضاء مجلس الاداره وقبلنا المستشار مرتضى منصور، اعتقادي الشخصي ان بيبقى بتاخد القرار وانت خايف من المسؤوليه، لان المسؤوليه جماهير كبيره حملتها لك واعضاء جمعيه عموميه محترمه انتخبتك لقياده نادي الزمالك في الفتره الحاليه. كابتن خالد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بتمنى لك كل التوفيق، وبتمنى لنادي الزمالك كل التوفيق ان شاء الله.